هل عمرك سألت نفسك إيه اللي بيحصل فعلا جوه معدتك لما تشرب قهوة قبل ما تاكل أي حاجة؟ اللي بيحصل في أول لحظات بيكون مفاجئ أكتر ما تتخيل، وبنهاية الفيديو ده ممكن تغير تماما طريقة شربك لقهوة الصبح. أول ما القهوة السخنة توصل لمعدتك الفاضية، جسمك يفرز كمية كبيرة من حمض المعدة. القهوة بتحفز المعدة إنها تنتج حمض الهيدروكلوريك، وهو نفس الحمض اللي الجسم بيستخدمه لهضم الأكل. لكن هنا المشكلة، مفيش أكل يتهضم، فالحمض القوي ده يفضل موجود ويبدأ يهاجم بطانة المعدة. ومع الوقت ده ممكن يسبب تهيج، التهاب، والإحساس بالحرقان اللي ناس كتير بتسميه الحموضة. معدتك كأنها بتستعد الوجبة، بس الوجبة دي عمرها ما وصلت. اللي بيحصل بعد كده أخطر شوية. شرب القهوة على معدة فاضية بيرفع مستوى الكورتيزول جدا. الكورتيزول هو هرمون التوتر، ولما يزيد قوي أول اليوم جسمك يفتكر إنك في خطر. في الأول ممكن تحس بنشاط، بس المفاجأة الطاقة دي بتنهار بسرعة. سكر الدم بينخفض، تحس بتوتر وقلق، تحس إنك أضعف من قبل القهوة. دماغك يتلخبط، أنا نشيط ولا متوتر؟ وده السبب إن فنجان القهوة الصبح ساعات يخليك مشدود وتعبان في نفس الوقت. في حاجة ناس كتير ما تعرفهاش، القهوة على معدة فاضية بتمنع جسمك من امتصاص عناصر غذائية مهمة. الكافيين يقلل امتصاص الحديد، والحديد ضروري لنقل الأكسجين لكل خلية في جسمك. كمان يقلل امتصاص الكالسيوم اللي عظمك محتاجه بشدة. يعني وانت فاكر انك بتنشط يومك، انت في الحقيقة بتحرم جسمك من اللي محتاجه. خلاياك جعانة ومعدتك بتحترق. وفي كمان اللي بيحصل جوه جهازك الهضمي. القهوة بتزود حمض المعدة بدرجة ممكن تبوظ توازن الميكروبيوم، وهو مليارات البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي. البكتيريا دي بتأثر على المناعة، الحالة النفسية، الوزن. لما القهوة تدخل معدة فاضية بتخلق بيئة حمضية تساعد البكتيريا الضارة وتتعب البكتيريا النافعة. وده السبب إن ناس كتير تحس انتفاخ، مغص، مشاكل هضمية بعد قهوة الصبح. جهازك الهضمي حرفيا بيحاول يحافظ على توازنه. هل لازم تبطل قهوة؟ الإجابة لا خالص. الحل بسيط جدا، ما تشربش القهوة على معدة فاضية تماما. كل حاجة خفيفة الأول، موزة، شوية مكسرات، قطعة توست. ده يدي المعدة حاجة تشتغل عليها ويحميها من ضرر الحمض. أو اشرب القهوة مع الفطار بدل قبل الفطار، جسمك هيشكرك.